في حد بيتجوز وبيحتفل وبيفرقع صواريخ. مش عارف ليه الناس لما بتيجي تحتفل بتفرقع صواريخ. في طرق كتيرة توضح بيها كمخرج انت عايز تصور المشهد ازاي. من الطرق دي وهي طريقة قديمة شوية وهي الرسم الافقي او الفلور بلان. وبصراحة الفلور بلان او الرسم الافقي هو مميز قوي لو انت عندك حركة ممثلين مع حركة كاميرا وممثلين بيتحركوا هما الاتنين في نفس الوقت وانت عايز تشرحها للكروز زي الاتنين بيتحركوا مع بعض. فالفلور بلان او الرسم الافقي للمشهد في الحالة دي بيكون افضل من الستوري بورد وافضل من تخطيط السيناريو. طيب بيتعمل ازاي؟ تعالوا نشوف ده بشكل عملي. يلا بينا. اهلا بيكم ورجعنا تاني في تكمله تحضيرات السيناريو او المشهد بتاعنا. دلوقتي احنا عملنا الستوري بورد وعملنا تخطيط السيناريو اللي منه عملنا الستوري بورد وعملنا ترتيب اللقطات او الشوت ليست. هنروح دلوقتي لحاجه اسمها الفلور بلان، وطبعا هنستعين بكل الحاجات اللي احنا حضرناها دي، الستوري بورد او السيناريو الاصلي او الشوت ليست. هنبدأ تاني ان احنا نقرا المشهد ونشوف توزيع الشخصيات ايه واماكن الكاميرا هتكون فين وكل حاجه هتتحرك مع بعضها ازاي. الشخصيات بتاعتنا نرسمهم بالشكل البسيط ده، وطبعا الاتجاه ده بمعنى اتجاه نظر الشخصيه هيكون فين، وقاعدين على كنبه. طبعا زي ما احنا ما قرينا في السيناريو ان هو هيكون قدامهم تلفزيون وهيكون هنا افاجوره. طيب عندنا اول لقطه وهي الوايد شوت. لما هنبدأ ناخد الوايد شوت ممكن ناخد الوايد شوت من كذا اتجاه، ممكن اخده من هنا او من هنا او يكون من هنا كانه من ورا التلفزيون. فانا شايف ان احنا ممكن ناخد الوايد شوت تكون من الجنب ده، لان احنا كمان هيكون عندنا شباك الناحيه دي. اول لقطه معانا وهي الوايد شوت فيها حركه الكاميرا، يعني زي ما قلنا ان الكاميرا هتكون هنا، حركه الكاميرا هي دولي ان، فهنستخدم هنا الشريو او السلايدر، فنقدر نرسم بالشكل ده او نكتب سلايدر دولي ان. هل هستخدم عدسه ايه في الشوت ده؟ هل الاستوديو ضيق فاحتاج عدسه واسعه، ولا الاستوديو واسع واقدر ان انا اصور بعدسات رينج نورمال؟ لو الاستوديو ضيق ومحتاج عدسه واسعه ممكن اصور بلينس 14. طيب لو الاستوديو واسع شويه اقدر ان انا استخدم عدسه 35. لو الاستوديو واسع جدا وعايز اضغط البرسبكتيف، يعني احس ان الشخصيات قريبه قوي من الباك جراوند، اقدر ان انا استخدم 85. فاحنا نفترض ان احنا دلوقتي هنقلل اختياراتنا شويه وهنختار عدسه 35. الفريم ريت اللي انا هصور عليه ايه؟ نورمال 24 فريم للثانيه ولا سلو موشن 60 فريم للثانيه؟ فاحنا هنا هنصور 24 فريم. طيب لو انا هستخدم هنا فلاتر، انا محتاج اعمل لوك معين للصوره، ولو انا هستخدم الفلاتر دي على كل العدسات عشان احقق نفس اللوك، برومست فلتر او ان دي، فانا عرفت ان انا في السيت اب ده محتاج الفلاتر دي. هيكون عندي في شوت 1 وشوت 10 نفس الحركه نفس مكان الكاميرا، فاقدر ان انا هنا اكتب شوت 1 شوت 10. فانا دلوقتي عرفت ان مكان الكاميرا هنا وايد شوت في لقطه رقم 1 ولقطه رقم 10 هستخدم كل التفاصيل دي. بعد كده الزوايا اللي انا هستخدمها ايه؟ عندي كلوز اب للموبايل، نقدر نرسم الموبايل بالشكل ده. الكلوز اب هتكون من الاتجاه ده، ونقدر نكتب ان هنا دي كام بي. ايه لقطه عندي تاني؟ عندي او تي اس كام سي او تي اس. احنا هنا مش هنكتب بالترتيب، احنا هنكتب بس بشكل توضيحي او عشان نشرح عليه، لكن يفضل ان انت تكتب بالترقيم بتاع الشوت ليست. نرجع تاني نعمل رسم سريع لباقي اللقطات. فاحنا عندنا اللقطه دي هتكون او تي اس، وبعدين هندخل شويه هناخد ميديم شوت لامير، طبعا دي نعمل لها شكل يميز ان هي هتكون سوزي، او نقدر نكتب ان ده امير ودي سوزي. عندنا بعد كده العكس، عندنا لقطات ميديم شوت لسوزي. عندنا بعد كده الميديم 2 اللي على سلايدر، نقدر نقول الكاميرا هتكون هنا بس مش هتكون جايبه التلفزيون، هنشيل التلفزيون. عندنا كام A B C D E. اللقطه دي هتكون ميديم 2 شوت، ودي برضو هنستخدم فيها سلايدر، يعني انا هيبقى الترتيب الفعلي بتاعي كام A وبعدين كام E، لان الاثنين قلنا ان فيهم نفس المعدة. طيب انا هنا عملت كل الزوايا الممكنه للقطات اللي انا محتاجها في الشوت. مهم قوي ان احنا نعمل لو حركه الممثل هيتحرك من نقطه معينه لنقطه ثانيه، زي مثلا عندنا اخر شوت سوزي هتقول في جمله معينه وهتتحرك تمشي من الفريم علشان ناخد لقطه 10 امير قاعد لوحده. فاحنا هنرسم خط بالشكل ده، هنبقى عارفين ان هنا سوزي ده ايه، هتحرك من نقطه ايه لبي. امير هيتحرك عندي هو كمان من نقطه لنقطه معينه، لو نفترض ان هو هيقوم من هنا يقف هنا، فهيبقى عندي برضو هكتب A وهكتب B عند الحركه الثانيه. طيب انا كده كتبت حركه الممثلين، حركه الكاميرا، العدسات اللي هستخدمها، فريم بير سكند، اي حاجه هستخدمها، حتى الفلاتر اللي هستخدمها في الشوتس كتبتها، وترتيبها بالنسبه للشوت ليست. انا دلوقتي اللي انا محتاجه
توزيعة الإضاءة. أنا هنور المشهد ده إزاي؟ ويمكن ده بيكون شغل مدير التصوير، لكن بما إنك أنت هتشتغل مخرج وهتشتغل مدير التصوير وكل حاجة، فلازم نتكلم عن الموضوع ده. واستنوني الحلقة الجاية، ولو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب أو اشتراك علشان تشوف الحلقات الجاية ومفيش حاجة تفوتك، وادعي لي دعوة حلوة من قلبك، وأشوفكم الحلقة الجاية.